بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نقارن فيها بين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أيهما أفضل. ونستند الآن على الأدلة المادية وهم القرآن الكريم، مقارنة موضوعية جدا. وهذه الحلقة نخصصها للرد على الشيعة. طيب والله سيدنا علي بن أبي طالب توفى ومات، الله يرحمه. سيدنا أبو بكر الصديق توفى ومات، الله يرحمه. فهل نحن أمام مناقشة سوفسطائية كما كان يفعل الإغريق والرومان في مناقشتهم للسوفسطائية التي أدت إلى انهيار الدولة؟ الإجابة لا، لأن الشيعة يكفرون كل المسلمين. أنا كافر وأنت كافر، كل المليار و500 مليون مسلم كفار وفقا للعقيدة الشيعية ويجب قتلهم. وأول الكفرة الذين كان يجب أن يقتلون أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لو كان في شيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اغتالوا أبو بكر الصديق. فإذا نحن نتحدث عن عمليات قتل وسفك دماء تجري للمسلمين الآن على أيدي الميليشيات الشيعية في سوريا وفي العراق في اليمن في لبنان. ويزعم هؤلاء أنهم يدافعون عن سيدنا علي. هم هؤلاء وهم أعداء سيدنا علي، ونحن شيعة سيدنا علي وليسوا هم، لأنهم يصفونه بالجبن ويصفونه أنه يعني شخص ذهب وضرب زوجته السيدة فاطمة وقف يتفرج. هذا ما يقوله الشيعة عن سيدنا علي يعني. والله العرب ما كان يقبلها لا كافر ولا مسلم يعني. فيقول هؤلاء من تدليسهم، يقولون لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا سيف ذي الفقار، لا فتى إلا علي. وباقي الصحابة كانوا جبناء، باقي الصحابة الذين فتحوا الدنيا. وسيدنا علي لم يشارك لا في فتح الشام ولا في فتح العراق. اللي فتح العراق خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص، والذي فتح الشام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ويزيد أخي يزيد الأكبر يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، وغيرهم، وعمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا لا يقلل من اعتبار سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كان في مركز الدولة أو في عاصمة الدولة يقوم بمهام سياسية. بنقارن كلاهما تولى أصبح حاكما خليفة للمسلمين. هنجد أن سيدنا أبو بكر الصديق تولى سنتين اتنين. في سنة واحدة قضى على الحرب الأهلية اللي هي الحروب الردة، وأخضع كل الجزيرة العربية في سنة واحدة. وفي السنة التالية هزم الفرس وهزم الروم معا. طيب سيدنا علي بن أبي طالب ظل في الحكم 5 سنوات، لم يستطع أن يحسم أمر لم يستطع حتى أن يوحد الدولة، لم يستطع أن يقضي على الحرب الأهلية. تخيلوا. فتعالوا نبدأ ونرى هذه الأدلة المادية. وطبعا كما يقول فقهاء المسلمين، خير من سار على الأرض بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق عالم كبير في السياسة والحكم والإدارة والمخابرات. نخصص حلقات بإذن الله إن شاء الله لعلم أبو بكر الصديق في حكم الدولة وإدارتها. ولا تقول لي جامعة هارفارد ولا كلام فاضي. طيب هنا دولة سيدنا أبو بكر الصديق لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر الصديق يحكم سنة 11 هجرية مساحة صغيرة جدا من الأرض. بيحكم 3 مدن أو 3 قرى. المدينة المنورة هي قرية، لأنك لما تحشي الجيش كيف تحشي الجيش 1000. فلو افترضنا أن كل مقاتل له 5، يعني هم القرية كلها 5000 واحد، 10000. أي قرية في مصر النهاردة 20000. فالمدينة هي المنورة، كان يحكم المدينة المنورة. لما توفى الرسول، الجزيرة العربية غالبيتها الساحقة ارتدت عن الإسلام. وأصلا الجزيرة العربية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت كافرة يعني. وأسلموا في عام الوفود 9 هجرية، يعني أسلموا سنة واحدة، يعتبر 10 هجرية. والرسول توفى في 11 هجرية في بدايتها حتى. ففي 3 مدن فقط لم ترتد: المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف. في بقى ناس مسلمين في عمان، في مسلمين في اليمن، ولكن مناطق متفرقة حتى لم تلعب الدور الكبير في حروب الردة يعني، وإن كان أهل اليمن لعبوا فيها. لكن حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية كلها لم تخضع على الرسول.
كان في مسيلمة الكذاب بيدعي النبوة في المنطقة الموجودة في نجد هنا في هذه المنطقة، وكان في اليمن أيضا تمردات وادعاء نبوة وكذا. وطبعا مكة لم ترتد عن الإسلام بفضل من؟ بفضل سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه، اللي هم قاعدين يلعنوا فيه. وسيدنا أبو سفيان يعني مكة يا جماعة، قريش هذه ومكة أسلمت في فتح مكة، أسلموا سنتين والرسول توفى، فكانت الفرصة إن هم يرتدوا خلاص، ولا كانت تقدر المدينة تعمل لهم حاجة. ولكن سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وقف وقال: لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. ولما بعض القبائل حول مكة ارتدت، هو طلع لها أبو سفيان بقوات مع أهل مكة وأخبدها، فلعب دور كبير. وطبعا هو نفسه شارك في حروب الردة، هو وأولاده سيدنا معاوية وسيدنا يزيد ابنه الآخر، ويعني بني أمية تاريخهم في الإسلام حتى بعضهم مثل بني هاشم كان بعضهم كافر وبعضهم مسلم. المهم الطائف أيضا للأمانة يعني ربنا يبارك فيهم لم يرتدوا رغم أن هم أسلموا سنة واحدة. لكن المهم يعني هم 3 مدن. فإذا لدينا حاكم رجل رئيس دولة ملك سميه كما تسميه اسمه أبو بكر الصديق، يحكم 3 قرى. هذا الرجل في غضون سنة واحدة أو في غضون سنتين إذ به يوحد كل الجزيرة ويحارب على كل الجبهات، ثم ينطلق يحارب دولة الروم وينطلق يحارب دولة الفرس ويهزمهما معا. يعني انت لو شيخ قبيلة في الجزيرة العربية ولا في الصومال قرر كده يطلع قال لك نطلع نفتح الصين ونفتح روسيا، الناس تقول لك ده مجنون. فإن نجح عبقري. واحنا هنتكلم لماذا لا أحد يتحدث عن عبقرية سيدنا أبو بكر الصديق، لكن سيدنا علي بن أبي طالب يكال له المديح ليل نهار رغم أنه لم ينجز حتى توحيد الدولة. لأن أبو بكر الصديق بيكلمك عن الأعداء الخارجيين، لكن علي بن أبي طالب حكمه كله إيه؟ حروب أهلية. فهي التركيز على فترة علي بن أبي طالب والفتنة ومعركة صفين والجمل هدفها إثارة الفتنة بين المسلمين، لأنه في الآخر ولا إنجاز شيء. دعوة العباسيين لإسقاط الدولة الأموية، كان أبو مسلم الخراساني قائد جيش العباسيين يقول: أثيروا الضغائن وذكروهم بالحروب القديمة. فهي الهدف أنه علي بن أبي طالب فترته كلها حروب أهلية داخلية، يعني العدو في الداخل فيذكرون هذا، لكن أبو بكر الصديق العدو في الخارج. فأقول لك لا اشغلوا المسلمين بأنفسهم. وذلك تجد فيه مديح لعمر بن الخطاب ونسيان لأبو بكر الصديق، والذي يمدح أكثر من عمر علي بن أبي طالب، رغم أنه المفروض العكس، يكون المديح رقم 1 لأبو بكر، ثم بعد ذلك عمر، وبعدين عثمان، ثم علي. طيب تعالوا، طبعا احنا بنركز هنا ان دولة الروم كانت بتشمل تركيا كلها، الشام كله، سوريا وكذا، مصر كلها، ليبيا، تونس، أجزاء من الجزائر، البلقان كله، اليونان، بلغاريا، دول يوغوسلافيا، أجزاء من إيطاليا، دولة ضخمة، إمبراطورية ضخمة جدا. وفارس كانت بتشمل العراق، وكانت بتشمل أيضا شرق أفغانستان، وكانت بتشمل تركمانستان، وكانت بتشمل أذربيجان، وبتشمل أرمينيا. أرمينيا هنا. طيب فإذا أنت بتتكلم عن إمبراطوريتين ضخمتين. ولما ننظر على الخريطة انظروا الأنهار، يعني إمبراطورية الروم فيها كم نهر؟ تركيا نفسها فيها أنهار كثيرة، البلقان فيها أنهار كثيرة، مصر فيها نهر النيل يا جماعة، ودي تركيا كلها أنهار، العراق كلها أنهار، البلقان كله أنهار، أرض يعني موارد مقابل المدينة المنورة ومكة اللي هي أرض جرداء فيها واحات مجموعة من الأبار، أرض صحراء. بلاد فارس فيها أنهار في الشمال وفيها أنهار هنا، وحتى هي بتصل إلى بلاد ما وراء النهر. طيب هنبدأ بحروب الردة. حروب الردة سيدنا أبو بكر الصديق في أول سنة كي يدمر الحرب الأهلية، وأنا بقول حرب أهلية اسمها حروب الردة. الردة يعني ارتد عن الإسلام، ده مفهوم إسلامي أو فقهي. حروب أهلية وفقا للمصطلحات العلمانية المعاصرة، لأن هذه حرب بين عرب وعرب، عرب مسلمين وعرب كفرة.
فسيدنا أبو بكر الصديق أعلن الحرب، العرب المسلمين أعلنوا الحرب على العرب الكفار وهزموه. فهي وفقا لمفهوم القومية، ارفع راسك فوق انت عربي، ولا ارفع راسك فوق انت بربري ولا تركي ولا كده، هي حرب أهلية يعني. لكن هم ما نظروا لها كده، هم المسلمين اللي كانوا ينظرون إلى كل الكفار على أنهم حاجة واحدة، يستوي في ذلك إن كانوا عرب أو روم أو فرس. طيب هنا الجيوش اللي سيرها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المدينة المنورة، جيوش إلى قبائل الشمال قضاعة وغيرها، جيوش أيضا إلى قبائل الشمال، جيوش إلى قبيلة زبيان، جيش إلى قبيلة طيء، ثم قبيلة مضر، إلى أسد، إلى تميم، إلى في الآخر بني حنيفة. ده جيش خالد بن الوليد، كان بيكنس أمامه كنس، يعني خالد بلدوزر. ثم يقولون لا فتى إلا علي. طب وخالد بن الوليد أين ذهب؟ مسحوه. سعد بن أبي وقاص اللي هو دمر إمبراطورية الفرس في معركة القادسية، مسحوه. خالد بن الوليد الذي دمر الروم في الشام في معركة اليرموك، مسحوه. نحن نتحدث عن معارك ليست مهمة في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الدولي والعالمي كله، معارك غيرت وجه التاريخ. عمرو بن العاص اللي فتح مصر وفتح ليبيا واشترك في فتح الشام، ده قائد لم يهزم في معركة عمرو بن العاص رضي الله عنه في الإسلام، يعني خلال فترة إسلامه. في جيش طلع لقبيلة خزاعة، في جيش طلع عند اليمن، في جيش اتجه إلى حضرموت في اليمن، في بقى جيوش وصلت، ادي 3 جيوش على نجد، وفي طبعا للإحساء، وفي جيش إلى عمان، وفي جيش إلى المهرة في اليمن. انظروا، ففي النهاية سيدنا أبو بكر الصديق حاكم في سنة واحدة، سير الجيوش، سيطر على كل اليمن، سيطر على عمان كلها، سيطر على نجد كلها، سيطر على الإحساء كلها، سيطر على الشمال كله، تبوك كله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن ينام ولا ينيم. وبعدين لما في ناس جاءوا له، قبائل جاءوا سيدنا أبو بكر الصديق قالوا له نحن مسلمين ونؤمن بالله وبرسوله ونصلي ال5 صلوات، ولكن سنمنع الزكاة، والزكاة 2.5% أو أقل، يعني 2.5 ده على حاجة أقل طبعا. فقال والله، يعني فيما معناه، نقول معنى الرواية، لو منعتموني قيد بعير، الحبل اللي الجمل بيسحب به، كنتم تؤدونه لرسول الله لحاربتكم. فلما انصرفوا ورجعوا لهم، كانوا أرسلوا وفد المدينة، فخرجوا بقى رجعوا له هيبلغوا قومهم. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له هؤلاء مسلمون، وهؤلاء يعني يصلون وكذا، وهؤلاء كان ديارهم قريبة للمدينة المنورة، قريبة للمدينة المنورة. فسيدنا أبو بكر الصديق قال له يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ شوف الغلظة والشدة سيدنا أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب. وعمر ده نائبه، هيختاروا بعد كده، سيختاروا فيما بعد خليفة للمسلمين، حاكم أمير المؤمنين. قال له يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ انظروا، فأنا أسميه أبو بكر الحديدي. ده راجل أسد، راجل شديد جدا. هو كان لين في مستوى التعامل الشخصي، لما تقابله، لما يجلس معك، لما يتباسط معك. لكن في أمور الدولة، ما أقول هذا لأني مسلم، التاريخ الإسلامي أقوى حاكم فيه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول كان أقوى من أبو بكر في الحكم بالمعايير المادية البحتة. أقوى حاكم أبو بكر الصديق، أقوى من عمر بن الخطاب، من عثمان، من علي، من معاوية، من مروان بن الحكم، من الوليد بن عبد الملك، من أي حاكم عرفه التاريخ الإسلامي كله. أقوى من محمد الفاتح، من سليم الأول، أقوى من صلاح الدين الأيوبي، من يوسف بن تاشفين. اذكر ما شئت من حكام المسلمين، أقواهم وأشدهم وأشرسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنشطه. رجل حكم 2 غير مجرى التاريخ. سيدنا أبو بكر بقى الصديق يسكت، في سنة واحدة وحد كل هذه الجزيرة العربية على طول. افتح يا عم، افتح في حرب على طول، الحرب على فارس المنطقة، وأعلن الحرب على الروم،
أرسل 4 جيوش للروم. 4 جيوش. واستطاع طبعا بعد معارك كثيرة أنا مش عاوز أدخل في تفاصيلها، سيطر المناطق اللي فتحت في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، كل المناطق جنوب نهر الفرات في العراق والكويت، طبعا كل ده فتح في عهد سيدنا أبو بكر الصديق أهو. هذه المناطق يا جماعة. وفي عهد سيدنا أبو بكر الصديق فتحوا الأردن، وفتحوا مدن في سوريا، وفتحوا أجزاء من فلسطين. ولكن السيطرة كانت معارك، يعني المسلمين كانوا يسيطرون وينسحبون ويسيطرون وينسحبون حسب تحرك قوات الروم وكذا. لكن مين فاتح الشام؟ هو أبو بكر الصديق، لأنه المعركة الأساسية اللي أدت إلى تدمير جيش الروم هي معركة اليرموك. ومن الذي سير جيوش اليرموك؟ أبو بكر الصديق. ومن الذي اختار قائد جيش معركة اليرموك؟ أبو بكر الصديق. اختار خالد بن الوليد، وسير خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني خالد كان في العراق، سيره إلى اليرموك. اليرموك كانت فين؟ كانت في جنوب سوريا. فأبو بكر الصديق هو الذي هندس اليرموك وحشد القوات وجندها وكل شيء. والروايات تختلف، هل توفى والمعركة 6 أيام، توفى في نصفها أم قبلها أم بعدها؟ أي مكان، هو المهندس والمخرج، حتى لو كان توفاه الله قبل ذلك فهو الذي نفذ. وبعد اليرموك قال هرقل مقولته ودعني يا سوري. شوف هذا الرجل وعبقريته. أبو بكر الصديق بعد ما عمل كل الجيوش للجزيرة العربية وخاض كل هذه الحروب، كان جيش سيدنا خالد بن الوليد 10,000 مقاتل. فجاء لسيدنا أبو بكر الصديق مين؟ من صحراء العراق جاءه المثنى بن حارثة الشيباني، ده زعيم قبائل بني شيبان في صحراء العراق. فقال له سيدنا أبو بكر أنا مسلم، وليني على من معي، يعني جعلني أنا الأمير. هو أصلا كان الأمير يعني المثنى بن حارثة الشيباني، كي أحارب الفرس وأنا أكفيك الفرس. حارب الفرس وانتصر، بدأ الفرس يشيلوا عليه جيوش، فأرسل سيدنا أبو بكر أرسل لي مدد. فسيدنا أبو بكر الصديق كان قبلها بفترة جيش خالد بن الوليد بيحارب منذ سنة في معارك متصلة، قبائل في قبائل في قبائل. فقال لخالد بن الوليد اطلع، يعني ولا في استراحة، اطلع على فارس مدد للمثنى بن حارثة الشيباني في العراق. وقال له خير من معك من الجنود من يبقى ومن يريد يرجع لقبيلته. كان سيدنا خالد بن الوليد معه 10,000، فعاد 8,000 من الجنود إلى قبائلهم وبقي معه 2000. قال له بس اثبت عندك بقى في الصحراء كده، هرسل لك قوات أخرى. وده بالتطوع. يعني تخيل انت يا عم واحد بيعلن حرب على الصين ويقول للناس اللي عاوز يجي واللي عاوز يروح بيته يروح، ولم يسبق للمسلمين انه يدخلوا حرب ضد امبراطورية عالمية الفرس. فالفرس دي بتشمل العراق، ايران، تركمانستان، اذربيجان، شرق افغانستان، 5 دول، حاجة ضخمة جدا. فيروح يرسل لهم والله انتوا احرار بقى 2000، ويبدأ يرسل لهم مدد، ويبدأ طبعا في عبقريات. أبو بكر عبقري وخالد بن الوليد عبقري. التقى عبقري السياسة والحكم والإدارة والمخابرات مع عبقري العسكرية. أبو بكر الصديق كان عالم بمعادن الرجال، كان يعرف قيمة خالد ويعرف قيمة شوف القادة اللي اختارهم سيدنا أبو بكر الصديق كلهم مذكورين حتى اليوم. التاريخ كتب حفروا أسمائهم وغيروا وجه التاريخ العالمي والدولي حتى يومنا هذا. العالم الإسلامي من السنغال أو من غانا إلى فرغانة، وادي فرغانة، وهي أصلا لحد كاشغر في الصين تحت الله الصيني اليوم. يقول أبو بكر يا جماعة، أبو بكر. لما الواحد يتكلم عن أبو بكر كده يقف متأملا. فأنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب نأتي بقى إلى سيدنا علي بن أبي طالب. إذن الخلفاء الأوائل أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنه، شيدوا هذه الدولة الضخمة. الدولة كما تشاهدون كانت بتبدأ من نهر الجيحون، ده في عهد عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان، وشرق أفغانستان، حدود إيران كلها، الجزيرة العربية كلها، جنوب تركيا. جنوب تركيا كله اللي فتح جنوب تركيا كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان، قام بالدور الكبير في فتح جنوب تركيا. حتى قبرص
جرى فتحها بقيادة سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهد سيدنا عثمان بن عفان. ومصر كلها، ليبيا كلها، ساحل ليبيا كله، وتونس، كل هذا فتح في عهد سيدنا عثمان بن عفان. إذن سيدنا علي بن أبي طالب ولي الخلافة وهو معه دولة ضخمة. هذه الدولة الضخمة لم يتمرد، حصل تمردات. التمرد الرئيسي اللي هو أو الرفض اللي هو الشام مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان. كان في تمردات أخرى. فسيدنا علي بن أبي طالب 5 سنوات لم يحسم التمرد الرئيسي خالص، 5 سنوات، وبل أنه أصبح رقعة التمرد تزداد عليه. الناس تقول لك هو تولى في ظروف صعبة. صحيح، هو تولى في ظروف صعبة، وكان في تمردات وانشقاقات ومنافقين، وأبو بكر الصديق تولى في ظروف صعبة، لكن سيدنا أبو بكر حسم حرب وحسم سياسة. ده الأكثر. سيدنا أبو بكر كان بيقاتل قبائل عربية ترفض الاعتراف بالإسلام أصلا من البداية يعني. لكن سيدنا علي كان بيقاتل مسلمين يبقى إنه يجبرهم أو يحملهم على الاعتراف به كحاكم أو أمير للمؤمنين. فما في يعني 5 سنين لسيدنا علي وسنتين لسيدنا أبو بكر. مين غير مجرى التاريخ؟ سيدنا أبو بكر. هل كان يصلنا الإسلام لولا وقفة سيدنا أبو بكر الصديق؟ ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق قال: أو ينقص الدين وأنا حي. إحنا بنقول سيدنا علي بن أبي طالب شجاع، مقاتل، محارب، لكنه ليس رجل الدولة اللي كان يحسم الأمور. وده الواقع العملي اللي أثبته، وليس أنا يعني. أنا رئيس دولة، ألف باء مهام رئيس أي دولة في العالم إيه؟ إن تكون الدولة موحدة. ألف باء مهام رئيس دولة في العالم إنه يمنع التمردات والحرب الأهلية، ومهام أي جيش. وهذا لا ينتقص من سيدنا علي. أنا صبر مشهور، صحفي شاطر، ليس مطلوبا مني أن أكون حاكم شاطر، ليس مطلوبا مني أن أكون طبيب شاطر. يعني خالد بن الوليد قائد عسكري شاطر، ممكن إذا كان حاكم سياسي ممكن ما يكونش شاطر، ممكن يكون شاطر. فسيدنا أبو بكر الصديق، يعني سيدنا أبو بكر الصديق ولا سيدنا خالد بن الوليد في الحرب؟ لا، سيدنا خالد بن الوليد في الحرب أعلى. وحتى سيدنا أبو بكر الصديق جعل خالد بن الوليد هو قائد الجيوش على من أفضل منه، اللي هو أبو عبيدة بن الجراح. قال لك أبو عبيدة أفضل في الإسلام والإيمان، لكن خالد أحسن منه في الحرب، فهو أميره في الحرب. والرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه قائدا على مين؟ على أبو بكر وعمر في الجيش اللي طلعه للشام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص هو أفضل في الحرب من أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر أفضل من عمرو بن العاص في الإيمان والإسلام وفي إدارة الدولة. فسيدنا علي ممكن أفضل في الحرب، في القتال، في الشجاعة، لكن الواضح أنه هو لم يكن أفضل في الإدارة، وده أمر ما ينتقص منه. والأيام أثبتت أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان هو الأقدر في الإدارة. وده اللي واضح أن معاوية بن أبي سفيان وحد الدولة ثم انطلق يقوم بفتوحات إسلامية كبيرة كما سنعرض في تاريخ الدولة الأموية. اكتب على اليوتيوب صبر مشهور تاريخ الدولة الأموية. احنا بنأتي ليه الهجرة. مين اللي لعب الدور الأساسي؟ أبو بكر الصديق. الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة في الهجرة كان سيدنا علي بن أبي طالب عمره 23 سنة، شاب. سيدنا أبو بكر الصديق كان عمره 50 عاما تقريبا يعني. والشيعة الذين يكفرون سيدنا علي ويبيحون دمه، يعني هم لو كانوا موجودين في الوقت ده ما كانوش موجودين الحمد لله، كانوا قتلوه كما يرتكبون كل مذابحهم وجرائمهم الآن. الله شرف سيدنا أبو بكر الصديق بأن ذكروا في القرآن في الكريم في الهجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم، أنت لما يكون رئيس دولة في موقف صعب، يعني الشيخ خالد مثلا الرئيس مرسي في مصر يوم الانقلاب العسكري، افترض انه كان هيهرب من القصر لكي يقوم باسترداد الحكم، يختار مين؟ واحد، يختار شخص يكون معه في هذا الهروب السري. يختار مين؟ أكثر الناس من يثق فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اختار مين؟ أبو بكر الصديق. يعني هو اختار علي بن أبي طالب كي ينام معه ليلة في الفراش، فعلي رضي الله عنه قام بمهمة ودور وفضل، ولكن في يوم واحد أو جولة واحدة. لكن سيدنا أبو بكر الصديق يعني الهجرة دي استمرت أيام كثيرة وليالي كثيرة، ومروا فيها بتجارب كان في كل لحظة ممكن أن يقتلوا، سواء في الغار وفي التنقل ولما في قبائل عرفتهم وكذا.
طيب القرآن الكريم أيضا أعطى لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه منزلة أعلى من سيدنا علي بن أبي طالب، فقد ورد ذكر أبو بكر الصديق في القرآن الكريم، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين السنة والشيعة، ولم يرد ذكر لسيدنا علي بن أبي طالب ولا في أي آية. يعني أنا قرأت ما يكتبه الشيعة حول هذا وسمعت مشيخهم على اليوتيوب، غير مذكور سيدنا علي بن أبي طالب في القرآن الكريم، مذكور ضمن جماعة الصحابة المهاجرين والأنصار الذين هم في الجنة. فسيدنا علي، المهاجرين والأنصار الصحابة هم في الجنة بنص القرآن الكريم. تعالوا نشاهد بعض الآيات. هنا الآية التي ذكرت سيدنا أبو بكر الصديق بصراحة هي آية الهجرة، لما كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالقرآن الكريم هنا هو نص ديني ولا نص تاريخي؟ لا، نص تاريخي. يعني القرآن الكريم لما يتحدث إن في جنة ونار هذا نص ديني، أنا مؤمن بالإسلام فأؤمن به. حضرتك بقى واحد مسيحي فأقول لك لا والله أنا لا أؤمن إن في جنة ولا نار، أو واحد هندوسي أو كذا لا أؤمن. لكن القرآن الكريم هنا لا يتحدث عن مسألة إيمانية، يتحدث عن واقع أن الرسول في الهجرة كان معاه واحد في الغار. طيب، فهذه مسألة نص تاريخي بيشهد بالواقع ولا مجال فيه للكاذب. يعني مش ممكن واحد، ما هو لو واحد هندوسي أو واحد يهودي أو واحد مسيحي يقول لك والله محمد كان يؤلف من عنده القرآن والعياذ بالله. الرسول خرج وأبو بكر، وده حاجة معلومة للكفار مكة، وكانت معلومة أيضا للأنصار في المدينة المنورة الذين انتظروا الرسول وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الآية هذه آية دليل علمي على أن أبو بكر الصديق كان مع الرسول في الهجرة. المستخلص في هذا أن أقرب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما كان أبو بكر الصديق. نحن هنا بنقارن بين منزلة في القرابة القلبية، يعني ما هم كل الصحابة رضوان الله عليهم عدول وكلهم في الجنة، سواء سيدنا علي أو سيدنا أبو بكر. يعني نريد أن نكرر، قام سيدنا أبو بكر الصديق بدور كبير جدا. وسيدنا أبو بكر الصديق اشترى بماله أول مسجد في الإسلام، أرض أول مسجد في الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح لأحد أنه يشتري حاجة تخص أن الرسول هيعمل فيها حاجة إلا سيدنا أبو بكر، لأنه من المهم في صاحب الدعوة ألا يأخذ مالا ممن يدعوهم، إنه يعتقدون إن هو بيفعل هذا أو بيدعوهم لهذا مقابل أجر أو مقابل هذا. وذلك القرآن الكريم يشدد دائما إنه الدعوة لا أسألكم عليها من أجر بالنسبة للأنبياء والرسل. في آيات أخرى في سيدنا أبو بكر الصديق في القرآن الكريم، ولكن الشيعة يقولون لا، احنا لا نعترف بأن هذه في القرآن الكريم، ولكن نحن هنذكرها أيضا. فقهاء المسلمين قالوا مثلا في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيشتري بماله العبيد المسلمين، هم يحررهم يطلقهم يعتقهم، يعني حتى لا يشتريهم لمصلحته أو ليعملوا له، لا، شوف الكرم. وطبعا في ذاك الوقت لم تقم دولة ولا غيره حتى نقول إنه كان يطمع في أن يكون له شيئا. أنت بتسير في طريق وواضح أنه يعني بالحسابات المادية أنه سيفشل، ففعل ذلك لإيمانه بالله سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وهنا سيدنا أبو بكر ما بنقول أنه هو أحسن من سيدنا علي في هذه النقطة، لأنه سيدنا علي كان شاب صغير وليس معه مال، فيعني ما أتيح له أنه يكون في نفس الموقف يعني. طيب، أيضا فقهاء المسلمون يقولون إن هذه الآيات نزلت في سيدنا أبو بكر الصديق في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. هنا آية عامة، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الفئات التي ستدخل الجنة من الصحابة، وهم المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان. فهذه آية بتشمل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وخالد بن الوليد وعثمان بن عفان وغيرهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طبعا خالدين فيها أبدا يعني عندنا آلاف الصحابة في الجنة بنص القرآن الكريم، وليس 10 مبشرين بالجنة فقط، خلي بالكم. وإذا كان يعني في ناس بتفهم الحديث بمعنى أنه الرسول قال هناك 10 مبشرين بالجنة فقط، وما لم ينطق كلمة فقط، ما أقول فلان عالم فيزياء، هؤلاء 10 علماء فيزياء، أنا لم أقل أنه لا يوجد غيرهم. لكن القرآن الكريم ده نص، وأنا لا أفهم يعني قاعدين يستشهدوا أن في 10 رسول بشرهم بالجنة بنص الحديث، وأنت عندك آية بتتحدث عن آلاف الصحابة يعني. ختاما أرجو منكم الاستماع إلى كتاب تاريخ الشيعة في لبنان وسوريا، ورابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو، وهنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوا أهميتها في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.